بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نسمع فجر السعيد. رحت مرة كربلاء أصلي في مسجد الإمام الحسين. صليت صلاة العادية. أنا للأمانة ما أعرف الشيعة شلون يصلون. كبرت أثارهم ما يكبرون، فلقيت فجأة وخروا عبالهم داعش عليهم بيذبح أو شيء. المهم كملت صلاتي، سلمت، طلع هم ما يسلمون. فيمي واحدة جتني على طول قالت لي أنت سنية؟ قلت لها إيه أنا سنية. قالت لي ليش جاية هنا؟ قلت لها جاية يعني هذا صبط الرسول، يعني ترى مسلمين مو احنا نزور الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة قبل الرسول، وهذا صبط الرسول. قالت لا انتم ما عندكم ما تزورون. منو قال؟ منو فهمك؟ منو اقنعك ان احنا ما نؤمن ان هذول احفاد الرسول؟ ما احنا في كل صلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد. منو ال محمد؟ الحسن والحسين. فيعني منو اقنعهم؟ لا، مستغربه تواجدي. واكتشفت ان ايضا واحد من الزملاء من الرجاجيل اللي راح صلى في المسجد اللي مسجد الامام الحسين بس ناحيه الرجاجيل، انه لما شافوه يصلي صلاه سنه سالوه نفس السؤال: ايش جايبك؟ ليش حياكم جاي؟ الله ومرحبا. انتم ما تؤمنون بهالاشياء. منو قال؟ ما تقول انه انا ما اعرف كيف الشيعة يصلون، يعني ما تعرف الشيعة صلاتهم كيف، لان هي تعرف جاهلة حكم. ما انت اعلامية وانت بالكويت، والكويت بيها شيعة هواية، وانت 24 ساعة تفترين بالنجف وكربلاء. طيب، الانسان ممكن انه يخطئ مرة مرتين ثلاث، لكن ان يكذب ويدمر ضميره عجيب. هذه وصلت إلى مرحلة من الكذب عجيب غريب. تقول قالت لي أنت سنية كيف تصلين هنا بكربلاء؟ هذه مرة. وبعد صوب الرياجيل اكو فد رجال همين قال لي أنت سني شلون تجي ناس تزور كربلاء؟ كل يوم فيها سنة ويصلون ويزورون الحسين ويزورون النجف. ايش معنى صارت وياك يعني اكو فرد وحده؟ والله كذابة، اقسم بالله كذابة. وأنت أجيرة ومأجورة، وأنت بتزنى حتى توصلين صورة إلى العالم اللي عندك بأنه الشيعة ذولي. أبدا، الشيعة ما لهم دخل. اللي يزور الحسين أهلا وسهلا ومرحبا، ليل نهار مفتوح باب أبو عبد الله الحسين للشيعة وللسنة وللمشركين وللكفار وللمسيح ولليهود. أهلا وسهلا باليجي. طيب ما أنت اجيت هنا واستقبلوك وياخذون سيلفي وياك الشيعة. شو ما ذيك الفترة ما قلتي أنه أكو شيعي قال لي أو شيعية قالت لي ليش تصلين؟ تفو على ضميرك.